يلا بينا نعمل مع بعض الهريسة الاسكندراني على أصولها الطريقة سهلة جدا وبسيطة، طعمها أحلى وأنضف طبعا من بره. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. معايا نص كيلو من دقيق السميد، نزلت عليه برشة ملح، كيس من الفانيليا، معلقتين كبار من جوز الهند، ومعلقتين كبار من الدقيق الأبيض، ومعلقة صغيرة من الباكنج باودر زي ما احنا شايفين. هخلطهم حلو قوي، اقلبهم كويس جدا وادمجهم كده مع بعض المكونات الجافة. هاتي بقى طاسة او صينية او حلة على النار، انزلي فيها بكوباية من السكر ويلا نكرمل السكر لأحلى هريسة. طبعا عشان ما السكر ما يكلكعش مني بقلبه زي ما احنا شايفين، باخد الحلة اهزها او ارجها كده، وباخد القلاية ارجها. اخد اللون المكرمل القمر ده، نزلت كده بكوباية الا ربع من السمنة البلدي. طعم السمنة البلدي بيفرق جدا بصراحة في الهريسة، بس طبعا لو ما فيش ممكن تستخدمي السمنة النباتي عادي خالص. ونزلت دلوقتي بكوبايه من الحليب، وهنا لازم الحليب يكون ايه، سخن بيغلي معايا. بس وانتي بتضيفي الحليب وطي النار، لان زي ما انت شايفه ممكن يفور ويبهدل الدنيا معاكي. وهنا نزلت بالحليب سخن عشان ايه، الكراميل ما ي... ال... السكر المكرمل ده ما يقفش مني. هوطي النار واسيبه ايه عشان ما يفورش. هسيبه بقى يهدى كده لمدة 10 دقايق، وبعد ما هدى هبتدي ان انا اضيف المكونات الجافة بتاعتي وادمجها كويس جدا، واتأكد ان دقيق السميد اتشرب كويس جدا من السمنة بقى والحليب والمكونات السائلة بتاعتي. هبتدي بقى دلوقتي ان انا انزل بيهم في صينية كده مقاس 30 بالشكل ده، وهبتدي ان انا افردهم كده بايديا، او يعني بفردها كده بايديا في الصينية. بسويها كده. زي ما احنا شايفين. خلاص بقى كده سويتها، هبتدي بقى ان انا عندي سوداني، عندي مكسرات، وممكن نكتفي بيها ساده تبقى زي الفل وعسل. فانا كان عندي شويه مكسرات كده حطيتهم على الوش، وهبتدي ان انا ابطط كده او ايه على المكسرات كده، بضغط بايديا. وطبعا عشان ما تقعش مني بضغط عليها كده ايه في الدقيق. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180، وبعد كده هديها لون تحت الشواية وهتطلع باللون القمر ده. عندي الشربات بتاعي عبارة عن كوبايتين من السكر، كوبايتين من المية، وأول ما يبتدوا يغلوا هنزل بعصرة ليمونة. وهنا بقى يعني بزقي كده الهريسة بالشربات. ولازم تكون الهريسة سخنة جدا لسه طالعة من الفرن، والشربات كمان لسه نازل من على النار. بصي جمال بقى الهريسة، هغطيها بقى كده واسيبها ايه، ما تقطعهاش دلوقتي خالص عشان تطلع معاكي القطعة بقطعتها. بتغطيها وتسيب الشربات يشربها ايه، الهريسة تشرب الشربات براحتها خالص. طالعة معايا بجد زبدة. ريحتها في منتهى الجمال، لونها طعمها بجد حلوة جدا، احلى بجد من بره ب100 مرة. بصي بقى كده الجمال، هوريكي قد ايه ان هي طرية بجد، ريحتها حلوة قوي قوي وطعمها جميل. جربيها بجد احسن من بره بكتير. بصي بقى كده الجمال، بصي قد ايه طرية، ويا سلام بقى لو معلقة قشطة كده على الوش، وبالهنا والشفا. لايك بقى وشير وسبسكرايب لسمر ابو العيلة.